السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي وفيديو جديد. كل سنة وانتوا طيبين. تعملي ايه يا ام ملك؟ دي طحينة. انا جيت امبارح بالليل احضر السحور وما لقيتش طحينة، وزعلت جدا ان انا ما عرفتش احط على الفول طحينة. فقلت اول حاجة ان انا هقوم من النوم باذن الله اعملها الطحينة علشان اخلص منها وما انساهاش في وسط مشاغل يومي. الطحينة عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوباية سمسم، كوباية دقيق، كوباية الا ربع زيت. كوباية السمسم انا بجيب سمسم ابيض فاتح كده زي ما انتوا شايفين. انا بجيبه ب90 جنيه، بيفضل عندي لما بيخلص بجيب غيره. ما بعملش الطحينه بكميه، لا بعمل يا دوب على القد، يخلص اعمل تاني. لكن ما بعملش بكميه طعمها تغير ولا حاجه او ريحتها تغير. لا لا، انا هي سهله وما بتاخدش مني وقت ولا حاجه. المهم انا حطيت كوبايه سمسم على النار، بس النار هاديه، ما علتش النار قوي ولا حاجه. في طاسه تيفال، طاسه المونيا، مفيش اي مشكله. ياخد لون بسيط كده، هو اللون الذهبي. وبعد كده بحطها في الطبق تبرد على جنب كده في نفس الطاسه. جبت كوبايه الدقيق وحطيتها. طبعا هنا كوبايه الدقيق انا ما بديهاش لون ولا اي حاجه. انا يا دوب بس كده بتدفى بسيط، وبتاخد بس تخرج الهواء منها. وبتدفى بسيط وخلاص على كده. والطحينه يعني اسهل منها ما فيش، وبتوفري ودوت. ممكن يكون اكتر من ربع كيلو الطبق ده. المهم انا بحط في الخلاط كل حاجه. انا حطيت كوبايه الزيت الاول وما حطيتش السمسم ولا الدقيق. لان انت لو حطيتي السمسم والدقيق الاول وبعد كده الزيت هتلاقي الخلاط ملفش معاكي. الزيت هيخلي الخلاط يلف. المهم ادي السمسم اهو، بوريكم لونه بقى ازاي. وبعد كده بحط عليه الدقيق وبضربه في الخلاط. انا هنا غلطت غلطه، معرفش انتوا واخدين بالكم منها ولا لا. بس والله العظيم يعني عايزه اقول لكم ان الغلطه دي ما فرقتش في الطحينه في اي حاجه. الغلطة ايه هي؟ ان انا ما طحنتش السمسم. انا حطيته كده سليم، وما اعرفش ازاي انا نسيت. الصيام ما اعرفش عمل معايا ايه خلاني نسيت ان انا اطحن السمسم. المهم قلت خلاص بقى، ده هي كده تلاقيها باظت وزي ما تيجي بقى وخلاص. فجيتي بالنتيجة ان النتيجة عادي جدا، وما غيرتش فيها اي حاجة والله. وهي في الخلاطة اهي زي ما انتم شايفين، وهسيبها لكم في الطبق. ولا طعم اتغير ولا شكل اتغير ولا اي حاجة، والسمسم اتطحن وبقى كويس جدا. تمام. ده بالنسبه للطحينه، وهي يا دوب ملت الطبق ده زي ما بقول لكم، لان انا ما بعملش كميه كبيره ولا حاجه. اعملي كميه بكميه كده احسن لك، بدل ما تغير منك او ريحتها تبقى مش حلوه. هتترمي خساره، والحاجه غاليه زي ما انتم عارفين. هي عملت لي الطبق ده كده، بفضيها بقى في البطرمان. وخلاص على كده قلت بقى اعمل معاكم ايه الفطار. الفطار بتاعنا ايه النهارده؟ الفطار بتاعنا النهارده فاصوليا ورز وملوخيه. تمام، فاصوليا بيضه. طبعا انا عايزه اقول لكم ان البقولات دي، اي سواء فول، سواء لوبيا، فاصوليا، اي حاجه من الحاجات دي لازم تكون بالليل منقوعه، او قبلها بكام ساعه في ميه، عشان ما تاخدش معايا سوا جامد. وده اللي انا بعمله فعلا. انا بعد ما سلقتها، بعد ما نقعتها من بالليل. انا سلقتها اول ما قمت من النوم، دلقت الميه بتاعتها وحطيت ميه نضيفه وسلقتها. بعد ما استوت خلاص انا بحطها في المصفى واسيبها تتصفى خالص. جبت بصلايه متوسطه، حطيت السمنه بتاعتي. وبعد كده الطماطم، انتوا عارفين طبعا ان انا الطماطم بفرزها دايما، ما عنديش طماطم فريش دايما. منين ما بجيب الطماطم انا لازم اعملها كده واحطها في الاكياس، بتسهل عليا كتير قوي قوي. وبعدين حطيت الفاصوليا وبحط بقى التوابل بتاعتي. انا سلقه اللحم برضو من بالليل. انا الحمد لله يا رب، انا يومي بيعدي هادي وبيعدي جميل. لاني يعني في حاجات ان انا لازم اعملها من قبلها بالليل بعملها. في توضيبات في الاكل بعملها من بالليل، وفي حاجات ما تستدعيش ان انا اعمل من بالليل ولا حاجه. حطيت ايه هنا؟ حطيت نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون صغيره. الملح بسيط، نص مكعب مرق الدجاج. وخلي بالكم انا بحط دايما الملح قليل. لان الملح لما تحطيه قليل هيتعالج معاكي على الفطار. لكن لو حدقتي الحاجه هتعملي ايه؟ بتبقى مشكله. وانا متعوده على كده بصراحه على طول. وبعد كده بقى بحط كوبايه الشوربه. تمام. ما بحطش الشوربه كتير ولا حاجه. لان انتوا عارفين ان هي مش هتغيب على النار كتير، عشان هي بالتالي مستويه. فهي مش تاخد وقت على النار. وبحط فيها اللحمه. وبحط معلقه توم. ويعني بخلي النار متوسطه كده واغطيها. بتغلي يا دوب كام غلوه كده، تشرب من الطماطم بتاعتها او من الصلصه بتاعتها. وخلاص على كده. وهي بالشكل ده اتعملت خلاص وطفيت عليها. تمام. وعملت بقى رز. وعملت الملوخيه. وعندنا بتنجان، عندنا ليمون وزيتون مخلل وخلاص. وده الفطار. حبيت برضه اوريه لكم. ودي الملوخيه انا بحبها في الطواجن. انا احنا دايما بنحب كده، حتى الطشه بنحطها في الطواجن. طعمها مش بيختلف كتير ولا حاجه، بس الشكل بيبقى احسن. بعد ما خلصنا بقى وشربنا الشاي وكده،
دخلت على المطبخ بقى، طبعا انتوا عارفين كل ست بيت المطبخ بتاعها بعد الفطار بيبقى ازاي. بس انا طبعا انا مش هغسل معاكم مواعين ولا حاجه، انا غسلتها وبعد كده قلت اعمل معاكم بقيه المطبخ. وهتعملي الخطوات دي بجد مش هتتعبي، وكل تعبنا اللي احنا عملناه اللي فات مش هيروح على الارض ابدا. لازم نحافظ على التعب اللي احنا تعبناه. بجد والله يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه. اللي ما عملش في رمضان اللي ما عملش قبل رمضان بيته ومطبخه وحاجته وخلص كل اللي وراه، بجد خسر كتير والله. انت بتحسي ان يومك بيعدي هادي وجميل، ومفيش دربكه حواليكي ولا الدنيا متبهدله ولا اي حاجه، ده كلها حاجات كده فوق الوش. يا دوب بس كنت تكنسي تغيري طقم ملايه، تغسلي المواعين كده، تنشري غسيل، تطبقي غسيل، تحطي غساله، كل الكلام ده. المهم يا جماعه، انا هنا طبعا بعمل البوتاجاز. الازاز ده يعني اكيد ده ممكن بيتنسي كتير. الازاز ده دايما هو اللي بيبقى عليه دهون كتير قوي، اكتر ما كان بيبقى عليه دهون، لان طرطشه الاكل كده. فلازم الخلطه اللي انا حطاها في ال في البخاخه، معلش اسفه يا جماعه، عباره عن كربوناتو، ملح ليمون. ملح الليمون ده اختراع رهيب بامانه. كلور، صابون سايل، شويه خل، بس كده. الخلطه دي استعمليها في كل حاجه عندك، سواء رخام، سواء الخشب، سواء الحوض، اي حاجه عندك فيها دهون. بجد والله انا بقول لك اهو، مش هتلاقي اي دهون، وهتلاقي الحاجه بتلمع وفي منتهى الجمال. خلطه سحريه وجباره بجد، ولا تستعملي اي حاجه تانية غيرها لتنظيف مطبخ او اي حاجه. طبعا العيون اللي حطيتها في الطبق انا بحط عليها من نفس الخلطه دي، بس الزياده بس ان انا بغلي ميه وبحطها عليه، وبسيبها من بالليل لغايه الصبح. انا كده كده خلاص مش هعمل حاجه تاني. سبتها بقى من بالليل لحد تاني يوم الصبح، وبعد كده بمسك سلكه كده ناشفه وبدعكها، بتبقى العيون دي زي الفل. انا هنا حبيت اوريكم بس الرخام شكله ايه بعد الفطار، والاكل اللي واقع عليه والكلام ده كله. من نفس الخلطه اللي عملت بيها البوتاجاز انا بعمل بيها الرخام. بتعملي بيها السيراميك اللي حوالين الرخام، بتعملي بيها كل حاجه. اضمن لك اللي هتلاقي كل حاجه بتلمع، وغير الريحه اللي بتلاقيها في المطبخ كمان جميله جدا. وطبعا هنا يا دوب بس هي فوطه مش اكتر لمعت بيها، ولا عملت ميه ولا عملت سلك ولا عملت ليفه ولا عملت اي حاجه. بالفوطه البخاخه، وخلص على كده. البخاخه دي انا ما بستغناش عنها، تخلص اعمل غيرها على طول، ومش مكلفه وحاجات في البيت ولو حبيتي تحطي نص ليمونه كمان او ليمونه تمام حلو. وبعدين انا بس يعني البخاخ دي على طول عندي من زمان، انا يمكن غيرت لون البخاخه بس، لان البخاخه القديمه اللي عندي شكلها بقى وحش، فانا حبيت ان انا اغيرها، بس ما لقيتش احلى من اللون ده بصراحه. هي اللون ما كانش عاجبني بامانه، بس ما لقيتش، قلت مش مشكله بقى، حاجه تأدي الغرض وخلاص. تمام. وبعد هنا ما خلصت الرخام خلص، وعملت السيراميك اللي حوالين الرخام. قلت طبعا هنا احافظ بقى على المطبخ اللي انا تعبت فيه. انا لسه بقول لكم والله يا جماعه، اللي ما عملش حاجه قبل رمضان خسر كتير بامانه. انا طبعا مروقه ظرفي من جوه وكل حاجه، بس طبعا انتوا عارفين ان المطبخ ده اكتر شيء في الشقه بيتدهول، اكتر مكان بجد. دهون الاكل، اي حاجه، ايديكي بتفتح الظرف، ممكن ايديا ما بتبقاش نظيفه، ايديا مطرح الاكل وانا قلبت حاجه غسلت حاجه، افتح الضرفه حاجه وقعت وانت بتصبيها بتاع. فالمطبخ ده اكتر حاجه لازم تهتمي بيه، ودايما باستمرار لما عيد تلميع. بصوا بقى يلمع وفله ازاي. الوحده دي بقى اللي فوق الشفاط دي، هي دي اكتر وحده عندي بتلم دهون. ليه بقى؟ لان تحتيها الشفاط، فدي اكتر واحده عندي بتاخد مني وقت، ان هو دعك جامد قوي. اما بقيه المطبخ ما خدش مني ثواني. طبعا غسلت، عملت يعني رشيت فيها حتى من الخلطه دي زياده شويه عن كل الظرف، لان هي فعلا كانت فيها دهون رغم ان انا لسه عاملاها قبل رمضان. عشان كده بقول لكم خلي دايما ايديكم في المطبخ علشان ما يبص منكم. بص انا حتى هنا بقول لكم بصوا الوحده دي اكتر وحده مش حلوه وبتبقى مش نضيفه عندي عشان الشفاط. دخلت بقى على التلاجة، انا برضو غسلاها وكل حاجه من قبل رمضان، بس برضو عايزه احافظ على كل حاجه في البيت علشان ما اتعبش بعد كده. بنفس الخلطه برضو بنفس البخاخه، انا لمعت التلاجة دي، لا عملت ميه ولا غرقت الدنيا، ولا صابون ولا ليف، ولا تعبت نفسي ولا مجهود، ولا اخدت وقت في المطبخ اساسا. انا عايزه اقول لكم ان كل اللي انا عملته ده نص ساعة وكنت خارجة من المطبخ ومخلصة كل حاجة. وده الفريزر برضو خدته معايا كده بالمرة، بس كده. تمام.
وهنا بعد ما خلصت المطبخ وخلصت التلاجة، خلصت الرخام، ادي هو بقى بالشكل الجميل دوت، والمطبخ بقى فله. خرجت من المطبخ وانا راضيه ومرتاحه ومبسوطه، وبوتاجازي نضيف ومطبخي فل، وما غبتش فيه بقول لكم نص ساعه وخرجت منه. وبوتاجازي اهوت، ويا دوب بس حطيت شويه ميه، حطيت فيهم شويه كلور، عشان انتوا عارفين الارض بتاعت المطبخ بتبقى مليانه دهون ازاي، فبحط كلور في المسح ولمعت المطبخ وخلاص على كده. السلام عليكم ورحمه الله.